صرح الوزير مصطفى الرميد قبل قليل أن السلطات المحلية قامت بإصلاح جميع أبواب البيوت التي تم تكسيرها من طرف قوات الأمن بكل من مدينة الحسيمة ومزور خلال احتجاجات الريف. وأضاف الرميد في لقاء يجري في هذه اللحظات بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الحقوقية بالمعهد العالي للقضاء أنه توصل اليوم بقرار للسلطات المحلية بكونها قامت بإصلاح جميع البيوت والممتلكات الخاصة التي تم تكسيرها من قبل قوات الأمن خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة. من جهة ثانية، اتهم الحقوقيون السلطات المحلية والأمنية بالتسبب في الأحداث الأليمة التي أعقبت مباراة فريق شباب الحسيمة والوداد في ملعب ميمون العرسي، حيث تم ترك جماهير الوداد والحسيمة بالخروج من الملعب بدون تنظيم ومراقبة، وهو ما أعقبته أحداث عنف.